مساء الخير عليكم. أنا النهارده جاي أكلمكم في حلقة خطيرة جدا، مش بس علشان تخص واحدة من أهم وأعرق الجامعات المصرية، لا دي حاجة تهم ولادنا كلهم. مي عمر زيدان طالبة في سنة رابعة وبتدرس إعلام رقمي. بشهادة كل زمايلها وأساتذتها في الجامعة هي طالبة متفوقة جدا. فجأة بدون أي مقدمات بتقرر تنتحر وتنهي حياتها. طب ليه؟ وبرغم التعتيم اللي كان موجود على الموضوع ده، لكن يعدي شهر واحد بس وحادثة تحصل في نفس الجامعة وبالصدفة من نفس دفعة الطالبة مي زيدان لطالب حاول ينتحر. بس المفاجأة إنها ما طلعتش حادثة. أنا جبت تفريغ كاميرات المرور. الولد تعمد يلف ويدخل في الاتجاه المعاكس ويدخل في عربية، يعني دي حالة انتحار. هو في إيه اللي بيحصل في الجامعة دي بالظبط؟ دكتورة إيمانيا سعداوي، هو ليه الطلبة اللي عندك بينتحروا؟ محتاجين حد يرد علينا ويفهمنا يا جماعة. هل موضوع وجود مخدر جديد بيتعاطاه الطلبه ممكن يكون فعلا السبب؟ ولو الكلام ده مظبوط، العيال دي بتجيب الادويه والاقراص دي منين؟ وقبل ما حد يطلع لي يقول لي ما تتهمش حد وفين الدليل اهو. ده تقرير عينة دم استاذه مي زيدان بيثبت ان كان في دمها تريبتامين ومسكالين. ولما حبوا يعملوا تقرير دم تاني عشان يشوفوا ايه نوع المخدر اللي كانت بتاخده، سبحان الله فجاه اختفى. هو الناس اللي بيتكلموا عن مي ده بيقولوا ايه؟ انت هتدق على الحاجات دي؟ ده ناس غاوية هري، عايزين يزودوا نسبة مشاهدة وخلاص. فريدي دي كانت الحقيقة. حقيقي انت تصدق ان مي تعمل كده؟ يمكن وفاء، ممكن. لا مش ممكن. مي ما كانش وراها في حياتها غير مذاكرتها ومستقبلها وبس. الجامعة بتاعتها جامعة صعبة قوي، ده الناس بتموت نفسها عشان تدخل ولادها الجامعة دي من كتر ما هي جامعة مشهورة انها بتخرج الشطار. واضح ان الكلام اللي بتقوليه ده ما كانش فارق معاه. ازاي ما كانش فارق معاها؟ هي عشان اتلخبطت اخر كام شهر يبقى مش فارق معاها؟ ما انا قلت لك ان كل ده عادي. السنه اللي فاتت كانت صعبه على الكل، شفنا مشاهد صعبه قوي كلنا. مين هيشوف كل ده وما يجيلوش على الاقل اكتئاب؟ صباح الخير، ازيك يا نادين؟ صباح الخير يا وفاء، بابا موجود؟ ايوه حبيبتي، فطرتي؟ متشكرة، أنا جاية له في موضوع مهم وماشية على طول. ايه الحاجة اللي مسربعاكي كده؟ حصل ايه تاني؟ حصل ده